هيقابلك مواقف تكتشف فيها ادعاءات الناس بالحب، مواقف كتير كان المفروض تلاقي فيها المعروف والخير اللي انت زرعته بيترد لك، بس ما لقيتوش. بتقف بينك وبين نفسك تسأل: أبطل جدعنة وأعملهم بالمثل ولا أعلمهم الإحسان؟ والحقيقة إن محدش هيتعلم حاجة، انت هتخسر طاقتك ووقتك، والناس هيفضلوا يعملوا اللي اتربوا عليه. فبعد ما بنعدي مواقفهم مرة واتنين وتلاتة وعشرة، بنبدأ نبعد الناس ديت عن حياتنا واحد ورا التاني، عشان ما نربيش في دوايرنا شخصيات سامة بتاخد وما بتديش. في جملة قريتها من فترة بتقول: لو قابلك شخص لا يستحق نبلك وأخلاقك، غير الشخص وما تغيرش نفسك. يعني ابعد عنهم وما تعملش زيهم، وكمل بقيمك مع ناس تستحق القيم دي. بقلم آية طاهر حمزة، وأداء صوتي أحمد شاهين.